بين محيوس، بين العوافي ومزيان. دخل العوافي ومرر عليه محيوس. لا 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 لا، شوف المدافع لم يلمس الكرة بل ضرب محيوس في ركلة جزاء يا سيد الحكم، في ركلة جزاء يا سيد الحكم في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء تقطع الأنفاس في الدقيقة 91. الكل يقول ركلة جزاء بما في ذلك هذا المناصر. ماذا هنالك يا سيد الحكم؟ خلوني نسمع، خلاص خلوه يسمع. ايه خلاص يا محيوس، راح يشوف الفار، خلاص شوف الإعادة. اعتقد بأن المدافع الإيفواري لعب محيوس ولم يلعب الكرة، ركلة جزاء يا سيد الحكم، ركلة جزاء يا سيد الحكم. لعب محيوس ولم يلعب الكرة. ركلة جزاء سيصفرها عبد العزيز بوح، سيصفرها الحكم الموريتاني في الدقيقة 93 من عمر المباراة. مسؤولية كبيرة لعبد العزيز بوح إذا صفرها أو تغاضى عنها. من فضلكم خلوني. قلت لكم قبل شوية بأنه اللي يفوز يستحق، سواء المنتخب الإيفواري أو اللي يسجل يستحق، سواء الإيفواري أو الجزائري، بما في ذلك المنتخب الإيفواري خلينا نقول بأنه يستحق. حكم يقول رايح نشوف. أعطيها لنا سيد الحكم، أعطيها لنا، مش صدقة ولا منا، أعطيها لنا لأنه فعلا هنا أنا قلت بأنه البطاقة الحمراء الأولى كانت قاسية، قلت بأن البطاقة الحمراء الثانية كانت قاسية. هنا ركلة جزاء لا غبار عليها، المدافع لم يلمس الكرة بل ضرب محيوس بمقصية. هنا واضحة وضوح الشمس والقمر والهلال والليل والنهار والأضواء الكاشفة والعين المجردة والعين بالنظارات ومن دون نظارات. الكل يقول بأن هناك ركلة جزاء يا سيد الحكم للمنتخب الجزائري في الدقيقة 92 من عمر المباراة. محيوس عرقلة واضحة يا سيد الحكم. شوف وين داخل، شوف وين داخل يا سيد الحكم. إذا لم تعلنها راح نزعل عليك يا سيد الحكم، نزعل عليك وديا يعني، مش لا ما عندي حتى حكم عليك ولا يعني. ركلة الجزاء واضحة يا سيد الحكم، واضحة يا سيد الحكم، سيعلنها، سيعلنها. يس ركلة جزاء يقول حكم المباراة للمنتخب الجزائري في الدقيقة 94 من عمر اللقاء. يا سلام، بعد شق الأنفس، لم نسجل بعد ولكن بشق الأنفس حكم المباراة يعلن ركلة جزاء للمنتخب الجزائري. لم يسجل لأنه تذكرت بأنه الحارس الإيفواري قوي، ركلة جزاء أعلنها حكم المباراة عبد العزيز بوح. من سيتحمل مسؤولية تنفيذ ركلة جزاء في الدقيقة 94 من عمر اللقاء ليهدي التفوق وربما التأهل للمنتخب الجزائري أمام حارس إيفواري بدا لي بأنه متميز، عمره 33 سنة، خبرة وتجربة كبيرة جدا عند الحارس آياي شارل فولي، حارس مرمى أسيك ميموزا من مواليد 90. يبتسم المدرب سواليو آيدارا. انت يا كدات ستتولى التنفيذ، اختار زاوية واضربها بقوة يا كداد، وخلي حتى ولو ضربت في الحارس ورجعت خلاص، المهم تضربها في الإطار. اختار زاوية واضربها بقوة. عجبني هذا المناصر بالكرافات وحامل التليفون. محيوس هو الذي يتولى تنفيذ ركلة الجزاء لصالح المنتخب الجزائري. يا لها من مسؤولية في الدقيقة 95 على أيمن محيوس مهاجم اتحاد العاصمة، مسجل هدفي الجزائر في المباراتين الأولى والثانية أمام ليبيا وإثيوبيا. ركلة الجزاء وأيمن محيوس. يا أيمن، يا أيمن، أعطوني نشوف وجه أيمن، يا أيمن محيوس من أمام الحارس شارل فولي. محيوس وجول. من أين لك هذه الثقة؟ من أين لك هذه البراعة؟ من أين لك هذه
رائعة بين محيوس، بين العوافي ومزيان. دخل العوافي، دخل العوافي.